زيدك ما تهزش عليا يديك ما تهزش عليا يديك وما تهزش عليا يديك ما تهزش عليا يديك ما تهزش عليا يديك واحترم راسك ما تهزش يديك واحترم راسك مالك راه كنهضر في اطار القانون كنهضر في اطار القانون كنهضر في اطار القانون ما تهزش علينا يديك واحترم راسك شوف الله يجازيك شوف الله يجازيك شوف كنحترموك شوف الله يجازيك وسيد زيدات كنحترموك احترمنا الله يجازيك شوف هادشي اللي كتقول راه الناس كيستهزئوا لا وكيستهزئوا بك انت اللي كتخرق القانون كيستهزئوا بك انت اللي كتخرق القانون راه بالعكس كنفضحوا الخروقات ديالكم في هذه الجهه وكنفضحوا الخروقات ديالك جاي كتسوق الوهم للساكنه والو دائما غيبقى العوده لحقاش كنهضر في اطار القانون كنهضر في اطار القانون طبقوا ونسكت طبق القانون ونسكت طبق القانون ونسكت شوف ما كاين لا سكوت لا والو شوف راه كديروا شوف بروباغندا راه كديروا علينا طبقوا القانون طبق القانون طبق القانون ونسكتوا جيت تقول لي كيستهزئوا الناس راه كيستهزئوا منك انت اللي ما داير والو في هذا المجلس ما عندك حتى تفويض ديال الجهه 3 سنين ولا 4 سنين دافع على تفويض تنظيم ترى القانون الداخلي انت نايب الاول وما عندك حتى تفويض نايب الاول وما عندك حتى تفويض وصل القانون الداخلي اش من نايب انت كتخلص على شي حاجه ما كتمارسهاش انت في وضعيه غير قانونيه السيد زيدات اللي كتخلص من المال العام وما شوف كتخلص عارف كنقول سجلوا في الماء كتخلص من المال العام باش يبقى يدفر علينا ياك لاباس شوف عارفها ونخريها لك كتخلص من المال العام على شي ما كديروش ما عطاتش الكلمه الله يخليك 2 الملايين اللي كتشد في الشهر علاش عندك شي تفوض عليها الله يخليكم اخوات والاخوان كنحترموك احترم راسك اخوات والاخوان كون في الاتهامات بين عضو المعارضه السيد ابراهيم حنينه وايضا نائب رئيس جهه بني الموازنه النائب الاول طبعا. هذا السؤال خصو يجاوب السي حنان على ما اظن. الاتهامات هو على كل حال ان فلتت الاعصاب واللسان ما فيه عظم، يعني هذوك المسائل ما داخلينش في اطار جدول الاعمال. داك الشيء بسيط، هذه امور شخصيه بيناتهم، لا داعي كاع اننا نتكلموا عليها، هذه امور شخصيه. وحنا واحد القضيه نقولها لكم، رغم انه النقاش تيكون هنا حاد ولكن تنبقاو اخوه خارج المجلس عادي. شكرا.